صباح الخير. في البداية كده أنا حابب أشكر جمهور الزمالك على ماتش امبارح، ماتش الزمالك والمصري في استاد برج العرب. وعايز أقول إن جمهور الزمالك ده عظيم جدا، بغض النظر إن أنا زملكاوي. بس الجمهور اللي في عز المشاكل وعز الأزمات، وعز إن المدرب لسه ماشي وفي نقلة في الجهاز الفني وفي مشكلة فنية وإدارية جوه نادي الزمالك. جمهور الزمالك النهاردة تقريبا راح بعدد كبير، مال الاستاد، ما بطلش تشجيع. الجمهور الوحيد اللي هتلاقيه وقت الانكسار والخسارة هتلاقيه موجود وحاضر وبيشجع الفريق وبيدعم الفريق، لان هو يهمه الفريق، ما بيهموش اسم مدرب ولا اسم لاعب. جمهور الزمالك بيدي درس في الانتماء والوفاء للنادي بس. فبصراحة بشكر جمهور الزمالك قوي وفخور ان انا واحد منهم. تاني حاجة عايز اشكر برضو كابتن احمد مجدي. كابتن احمد مجدي انا شايف ان هو مدرب واعد جدا جدا جدا، واعتقد ان هو في يوم من الايام هيكون مدير فني نادي الزمالك. مدرب مجتهد، عنده فكر، بيذاكر، بيشتغل على نفسه. انا شايف ان هو عمل ماتش امبارح هايل هايل، يمكن احسن من الماتشات اللي فاتت. يعني انا الزمالك السنه دي كان بيكسب بس ما كانش فيه اداء. انا بشوف امبارح الزمالك مكسب واداء، في لعيبه ما كانتش كويسه، كانت كويسه امبارح. زيزو كان بقاله كتير قوي وحش، امبارح كان هايل. مصطفى شلبي الى حد ما، الى يعني مشكلته بس هو لعيب روتيني، هو واخد الخط ما بيغيرش طريقه لعبه، مفيش جديد عنده يعني. بس يمكن احسن من الماتشات اللي فاتت شويه يعني، ولكن مش هو ده برضو اللعيب الزمالك. ولكن انا لسه عند رايي برضو، ان انا شايف لحد دلوقتي ان لسه مصطفى شلبي مش جدير بالمكان اللي هو بيلعب فيه اساسي. مش عارف هو ده يعني ده اخره، ولا هو ممكن يكون عنده جديد. ولكن انا شايف ان الزمالك المكان ده محتاج فيه لعيب على مستوى عالي. ما اعتقدش ان الزمالك حتى لو بمصطفى شلبي ان هو يقدر يكمل موسم كامل باللاعب ده بس. تاني حاجة أنا بشوف إن أداء الزمالك النهاردة في المجمل كويس جدا. عودة الونش طبعا عودة مهمة جدا في وقت مهم جدا. لعيب عنده قلب، لعيب بيلعب بروح، بيموت نفسه. شايف إن هو عودة كويسة وبيدي ثقة لدفاع نادي الزمالك. مش عارف ليه النهارده عواد مهزوز، يعني انا مش عارف. يعني عواد يمكن الفتره اللي فاتت ما كانش وحش، بس النهارده مهزوز جدا. مش عارف، يعني كنت حاسس انه عايز يعمل مشكله. في المجمل اداء الزمالك كان كويس. جزيري، يعني الجزيري لو فايق، انا بشوف الجزيري لو فايق وفي حالته الجزيري بيبقى كويس جدا وبيبقى لعيب مؤثر. لكن مشكلته ان هو مش دايما مركز او مش دايما بيديك الاداء الثابت كل الماتشات. آه، عبد الله السعيد، يعني انا بجد مش عارف اقول ايه. عبد الله السعيد كل يوم بيبهرني بادائه. عبد الله لعيب مجتهد جدا جدا، لعيب مؤثر، لعيب كواليتي مش موجود. انا بشوف انه مش موجود في مصر. لعيب عنده 40 سنة وبيأدي بالروح دي وباللياقة البدنية دي وبالفنيات دي. لعيب بينقلك، يعني لعيب تحس انه بينقلك من الدفاع للهجوم بسهولة جدا. بيجري في كل حتة في الملعب. حاجة محترمة. عايز اتكلم فيها هي موضوع المدير الفني. طبعا جوزيه جوميز مشي، ومشي في وقت صعب جدا. هو اختار ان هو يمشي في الوقت ده، وانا بشوف ان المدرب الكبير ما يمشيش في وقت حاسم زي ده. وسط موسم وعندك ماتشات مهمة وعندك ماتش مهم بعد يومين في الكونفدرالية، وتيجي تمشي حتى لو في عرض. يعني انا بشوف دي كانت حاجة مش كويسة، ما تحصلش من مدرب كبير، ولكن هو ده اللي حصل. نادي الزمالك ما بيقفش على مدرب ولا على لاعب ولا اي حاجة. آه، انا بشوف ان طبعا جروس مدرب كبير واشتغل مع الزمالك قبل كده، وليه بصمه وكان مدرب كويس جدا مع نادي الزمالك. بس انا حاليا ما اقدرش احكم واقول ان هو هينجح مع الزمالك بنسبه 100%. هو هيشتغل اكيد. مش عارفين، هو دلوقتي بقاله كتير مش بيدرب،
مش عارفين هو لسه قادر يدي نادي الزمالك زي الاول ولا لا. ولكن طبعا كده كده جمهور الزمالك هيدعم. الدور الباقي على الاداره، لازم تدعم جروس بكل الطرق، تدعمه هو نفسه، وتدعمه طبعا باللاعبين اللي هو هيحتاجهم. اكيد كل مدرب بيحتاج عدد لاعبين معينين تناسب خطته يعني. اعتقد ان الزمالك المفروض الفتره الجايه يركز على النقطه دي ويشتغل عليها. نقطه اخيره طبعا، الزمالك لازم يخلص موضوع زيزو. لازم يوصل لحل. خلاص احنا داخلين على شهر واحد. لازم يكون في حل نهائي للموضوع ده. هو زيزو نفسه مشتت ولسه مش عارف هيعمل ايه. لازم الزمالك يوصل لاتفاق نهائي مع زيزو، سواء ان هو هيكمل او مش هيكمل. طبعا كلنا بنتمنى ان زيزو يكمل، ولكن طبعا الارقام الخياليه اللي بتتكلموا فيها او الناس بتتكلم فيها احنا مش عارفين دي حقيقيه ولا لا لحد دلوقتي. ولكن طبعا التجديد لازم يكون على قد ظروف نادي الزمالك. وممكن طبعا زي ما بنشوف رجال اعمال ممكن تكون بتساهم في العقد، غير الاعلانات غير الكلام ده كله. طبعا الحاجات دي اداريه اكتر، يفهموها اكتر. لازم يتوصلوا لحل نهائي للموضوع ده عشان زيزو يركز مع نادي الزمالك. واكيد الزمالك محتاج زيزو. زيزو لعيب مهم جدا. نتمنى استمراره، والتوفيق دايما ان شاء الله نادي الزمالك. شكرا.